بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض لحمة الراس. طبعا كل الستات المصرية الأصيلة بتعرف تعمل لحمة الراس. بس النهارده ان شاء الله نعملها مع بعض من اول ما نغليها ونغسلها ونطلع كل الحاجات الوحشة اللي فيها. وبس بتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. واول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، معايا كيلو من اللحمة زي ما انتوا شايفين. طبعا ما شاء الله طالعة جاية جميلة من الجزار بتاعك اللي انت بتختاري منه اللحمة بتاعتك. ومعايا حلة على النار وفيها مية بتغلي، هسقط فيها اللحمة بتاعتي. كيلو اللحمة اللي احنا جايبينه من عند الجزار دي لحمة راس، يعني اللي يشوفها يقول ده هي اللحمة عادية خالص من مهاش من لحمة الراس. فهنغليها بقى زي ما انتوا شايفين كده علشان طبعا تطلع الريم بتاعها، وان كان فيها اي حاجة بقى من الراس نشيلها. زي ما انتوا شايفين كده الحاجات دي اللي انا بوريها لكم دي هي الحاجات دي اللي بتتشال بالمية السخنة. هنسيبها في المية كده لغاية ما المية تبتدي تغلي بيها تاني، وبعد كده هشيلها اغسلها تحت المية الجارية زي ما انتوا شايفين كده. واي حاجة بيضة او اي حاجة فيها مش كويسة اشيلها بالسكينة كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي انضف اللحمة بتاعتي. دوري طبعا كويس في اللحمة بتاعتك. دي حتة من اللسان، طبعا احنا عارفين ان اللسان كله بيتقشط، بيتشال كل الطبقة اللي فيه دي زي ما انتوا شايفين كده بالسكينة. وبعد ما المية غليت يعني ابتدت تغلي، قربت تغلي على طول، نقوم شايلينها من على النار وننضفها زي ما انتوا شايفين كده تحت المية الجارية، ونغسلها غسيل كويس بعد ما نغليها. اشطفي بقى اللحمة بتاعتك كويس كده تحت المية وتأكدي من نظافتها. هي جاية من عند الجزار ما شاء الله زي ما انتوا شايفين في الأول الفيديو كانت عاملة ازاي. على ما غسلنا اللحمة كده كنا حاطين حلة على النار تسخن وفيها شوية من الزيت. خلاص الزيت بتاعي سخن وابتدى خلاص سخن خالص، او جايبة اللحمة بتاعتي بقى وضيفاها واحدة بواحدة كده في الزيت السخن. هديها صدمة كده علشان ما تنزلش مية وتتحمر معايا. لحمة الراس طبعا احنا عارفين ان هي بتتعمل بكذا طريقة. بتتعمل طواجن وبتتعمل زي ما انتوا شايفين كده بتتسلق زي ما انتوا شايفين. وزي ما انا هسلقها كده النهاردة انا هعملها لكم بكذا طريقة. وبتتعمل برضو بالصلصة وبتتعمل في البطاطس، يعني بيتعمل منها انواع كتير. ان شاء الله هنعملها مع بعض. بس انا ولادي بصراحة بيحبوها زي ما انا هعملها كده المرة دي. فكل مرة هعمل لكم بطريقة جديدة. اول حاجة كده حطيت فصين من المستكة بقى لما اتحمرت كده وقلبتها على الجنب التاني. حطيت فصين من المستكة وورقتين من اللورة وبصلاية. جبت بصلاية كبيرة كده حطيتها، ورشة من القرفة رشة صغيرة، ممكن تقدر تضيفي عود قرفة من القرفة الخشب، ومعلقة من الفلفل. وهنسيبها تتشوح بالبهارات بتاعتنا دي، علشان طبعا كل ما بتتشوح والبهارات بتاعتنا بتتحمص معاها بتدي لها ريحة وطعم احلى. خلاص كده احنا شوحنا اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. هنضيف عليها بقى دلوقتي المية بتاعتنا. شايفين التحميرة بقى بتاعت اللحمة بتدي طعم لون للمرقة بتاعتنا. تقدري تعملي عليها لسان عصفور، تقدري تعملي بها، تقدري تعملي فيها الرز اللي انت نفسك فيه. تقدري الولاد يشربوها زي ما هي كده، يحب اللي بيحب الشوربة بتطلع زي مرقة اللحمة الحمراء بالظبط. وهي كده كده على النار بتغلي بتستوي،
وبعد ما تغلي بقى نغرفها زي ما انتوا شايفين، او نحمرها بقى في معلقة من السمنة، ونرش عليها معلقة من الفلفل ومعلقة من الملح، رشة كده من الفلفل ورشة من الملح، وكلي احلى لحمة راس طالعة ما شاء الله في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش باللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.